متابعين اكلات هالة عاملين ايه؟ وحشتوني. تعالوا النهارده بقى اقول لكم على اللي حصل لي اليوم. من اول لما صحيت من النوم يا جماعة ما قعدتش وما فصلتش. ليه؟ علشان هعمل النهارده مسقعة. رحت السوق بقى ورجعت حوالي الساعة 4 كده، يعني انا نزلت يا جماعة حوالي الساعة 2 ونص كده ولا حاجة. رجعت الساعة 4، والساعة 4 بالنسبة لنا يعني احنا كده ايه، هنتغدى الفجر. تمام. احنا عادة يا جماعة بناكل الساعة 5، 5 ونص بالكتير. اقول لكم الاول على البتنجان اللي انا جايباه الخطير ده. بصوا لازم يكون من تحت يا جماعة كده ايه، بالطول زي ما حضراتكم شايفين، يعني ايه، ما يكونش مدور، لا البوز اللي تحت اللي انتوا شايفينه ده لازم يكون طويل. ليه بقى؟ هقول لكم على السر الخطير اللي تجيبوا بيه البتنجان وهيطلع معاكم زبدة زبدة زبدة. ايه بقى السر يا جماعة؟ السر ان البتنجان اللي بيبقى طويل او فيه شريطة طويلة من تحت كده ما بيبقاش فيه بذر، بيبقى لحم بس. حتى لو انتوا دقتوه من جوه كده وهو ني زي ما هتشوفوا دلوقتي، انا ما باكلش البتنجان الكبير ده، انا باكل الصغير بس يا جماعة. تمام. يعني انا بدوقه يعني. خلاص، بتلاقوا طعمه مسكر، طعمه حلو، طعمه بلدي. خلاص. طيب سعر البتنجان قد ايه يا هالة؟ كيلو ونص يا جماعة ب10 جنيه، انا جايباه كيلو ونص ب10 جنيه. في حاجات غالية جدا جدا في السوق، وفي حاجات متوسطة، وفي حاجات رخيصة. انا بجيب الحاجة الحلوة اللي اعرف اكلها. يعني انا ما ينفعش اشتري مثلا البتنجان الكيلو ب5 جنيه ويبقى البتنجان من تحت مدور او لونه بتنجاني فاتح. لا، ده بيبقى كله بذر يا جماعه. شايفين بقى البتنجانه عامله ازاي؟ خطيره. هقطع بقى كل واحده كده نص، ومن النص بقى زي ما انتوا عايزين، مكعبات، مثلثات زي ما انا بعملها. هخلص كل الكميه دي كلها بقى ايه، اوريكم. انا هجيب بطاطس قد ايه. انا لازم اعمل بطاطس في المسقعه. عندي ابني يا جماعه الله اكبر ممكن يفرج علينا الناس كلها، ليه وليه ما تعمليش بطاطس في المسقعه؟ ليه يا جماعه؟ ما هو عادي، ما الناس كلها بتاكل بتنجان بس في المسقعه، لا اعملي لي بطاطس في المسقعه. ما علينا يا جماعه، مش هدوشكم معايا. قطعت كل كميه البتنجان. طيب البتنجان انا ما غسلتوش في الاول خالص. تمام. هعمل ايه؟ بصوا بصوا، شايفين البتنجان الاول عمل ايه في صوابعي؟ بصوا الموضوع ده سحر يا جماعه. الاسفنجه دي سحريه، اللي هي بيبقى عليها سلكه من فوق كده وهي اسفنجه من جوه. تمام. دي بقى بدعك بيها ايدي في لحظه، في لحظه كده بتشيل كل السواد بتاع البتنجان، ما بستناش ابدا. لازم انضف ايدي الاول. هيبقى في صباع كده في حته سواد، مش مشكله، مش مهم، هنتعامل معاه وهيبقى الموضوع مظبوط. تمام. المهم يا جماعة هنجيب المية كده وهنغمر كل كمية البتنجان، علشان خاطر أولا تنزل السواد اللي فيه اللي هو بيبقى المرارة، اللي بيبقى نسبة الحديد فيه عالية جدا جدا يا جماعة، وتيجوا تاكلوه كده تلاقوه بيلسوع كده في البق ولا حاجة. تمام. أمال أنا رحت فين كده؟ ما علينا، أنا راح أفتح الماتور. صح صح صح. المهم يا جماعة البتنجان متفاوت في السوق. عايزة أقول لكم الكوسة النهاردة ب30 جنيه، الفلفل ب15، مع إن إحنا في موسم الفلفل البلدي. انا مش عارفه ليه مخليين الحاجه كده مولعه نار. المهم بقى هجيب معلقتين من الملح زي ما انتم شايفين كده، وهرش على البتنجان من فوق علشان خاطر ينزل كل المرارة والسواد اللي فيه. هتشوفوا دلوقتي. بصوا هغمره كله بالمية. والبطاطس هتشوفوا انا بقطعها ازاي. ولازم لازم زي ما قلت لكم اعمل البطاطس. انا اليوم عندي كله مقلوب. انا كنت عايزة اعمل كشري اصفر، اللي هو الكشري الاسكندراني اللي انتوا بتقولوا عليه اسكندراني، مع ان عندنا في الشرقية اسمه كشري عادي اصفر يعني. تمام. انا بقول لكم على صباعي، هي صوابعي كلها نطفت ما عدا صباع، مش مشكله، هنعديها وهنغسله بعدين. هولع بقى ايه البوتاجاز كده على على الطاسه. والله انا يا جماعه بسجل لكم دلوقتي، ولسه مخلصه حالا 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 علشان الحق بس اعمل الفيديو وينزل لكم. تمام. البطاطس كبيره زي ما حضراتكم شايفين، تقريبا الثلاث بطاطسيات دول كيلو الا ربع او حاجه زي كده. ما وزنتش يعني. فبقطع البطاطس عريضه شويه، ما ينفعش اقطعها رفيعه. تمام. تمام. هغسلها برضو وهحط عليها الملح. عايزه اقول لكم على حاجه يا جماعه. في برضو واحده بعتت لي قالت لي يا هاله انا عندي مشكله مع ابني كبيره جدا جدا. هي كانت ست يا جماعه. بتقول لي انا ست مرفهه، وكان جوزي معيشنا في عيشه كويسه وكلام من ده، يعني مستوره.
تمام يا جماعة. وعندها 3 أولاد، ولدين وبنت. وابنها الكبير بعد ما باباه مات بتقولي راح اشتغل وطماع وأناني، ما بيديهاش فلوس، مش عايز يعرفها هو بيقبض كام. وطول ما هو قاعد في البيت يلوم عليها: انت ما خليتيش، انت ما عملتيش، انت وانت وانت. بتقولي مع اني انا كنت مدلعاه وبابا كان مدلعه، وانا جبته بعد 8 سنين من الجواز ومحدش كان بيلمسه، وكان يقول بابا يقول لا ده خط احمر، وكلام اللي انتوا عارفينه ده كله يا جماعه. تمام. انا بقى رديت عليها قلت لها ايه؟ قلت لها تجنبيه تماما لما يعرف قيمتك، وبعد كده اتكلمي معاه بشويش واديله لونه. يعني ايه تديله لونه يا هاله؟ بصوا انا غمرت كده البطاطس بالميه، بس غسلتها الاول يا جماعه، هرش عليها ملح، وهقول لكم ليه انا هرش عليهم ملح واحنا بنشتغل دلوقتي. تمام. بصوا اهو. فانا قلت لها بصوا كده البتنجان والبطاطس جاهزين. خلاص يا جماعه. تمام. انا عايزه اوريكم حاجه انا بعملها كل اسبوع عندي، بس واحنا ماشيين هتيجي هي لوحدها كده مع نفسها. خلاص. فانا قلت لها تماشي معاه واديله لونه. يعني هو لو بيحب اكل اعملي له، خديه على قد عقله. شوفي ايه اللي هو بيريحه واعمليه، وما تجيبولوش سيره الفلوس طالما انتي مستوره ومش محتاجاله وكلام من ده. تمام. بصوا بقى انا بعمل ايه، ماشيين مع بعض واحده واحده كده. بصوا من ناحيه بلم المواعين بتاعه الفطار، ومن ناحيه بجيب، ومن ناحيه بقطع. بصوا ربنا يكون في عون كل حقيقي والله العظيم. السبت ده يا جماعه في الخضار اللي بايت من الاسبوع اللي فات. يعني ايه بايت من الاسبوع اللي فات؟ ما هو انا لما بجيب يا جماعه خضار جديد بنضف التلاجة كلها، اي حاجه فيها من بتاعه الاسبوع اللي فات بحطها في ذات هذا السبت اللي قدامكم. حتى تلاقوا فيه ليمون لونه اصفر واخضر وحاجات غريبة والوان كلها طبيعية. هقول لكم انا بعمل ايه بالسبت ده. الليمون الناشف ده مش برميه، انا رميت بس الكام خيارية الدبلانين دول، يمكن كانوا عندي بقالهم 10 ايام او حاجة. خلاص. بصوا بقى هقلب لكم الحاجات دي كلها. بصوا الفلفل ده كله بستخدمه النهارده مثلا في المسقعه، بستخدمه مثلا مع سمك، مع شويه سمك. خلاص. الليمون الناشف مش برميه، انا بنضف بيه مثلا الفراخ، بنضف بيه السمك، بلمع بيه مثلا اي حاجه. اي حاجه انا ما بهدرش اي حاجه عندي خالص خالص يا جماعه. الطماطم اللي عندي مش هتكفي ومش هتقضي باقي البتنجان. تمام. او باقي المسقعه، فهاخد من الطماطم الجديده هزود يعني. وهوريكم دلوقتي انا هعمل ايه عشان ما عنديش هريسه شطه. هريسه الشطه اللي انا عملتها معاكم خلصت خلاص، المخزون بتاعي خلص. فدي الطماطم اللي انا هستخدمها، وهاخد معاها فلفلتين حمر زي ما حضراتكم شايفين. انا اخدت واحده من الفلفل يا جماعه الاحمر، وهاخد واحده كمان وانا بشتغل. تمام. ده بديل لهريسه الشطه بقى، ما انا ما عنديش هريسه شطه علشان خاطر اضيفها على المكونات الجميله دي. ومعايا يعني نص راس توم صغيره كده. خلاص. تمام. طيب نرجع بقى لموضوعنا. وانا بقشر كده الطماطم هناخد وندي مع بعض كده. الزيت بتاعي سخن على النار. محدش يقول الطاسه بتاعتك مالها الطاسه. دي الطاسة اللي موجودة في كل بيت، كل بيت يا جماعة. والله العظيم أنا بعمل أقصى مجهودي علشان أنضفها من جوه، لكن من بره اللون الأسود ده تراث، ما ينفعش نخرج عن تراثنا. تمام. أصلا أنا عارفة التعليقات بيسيبوا كل حاجة ويمسكوا في حاجات والله العظيم أنا نفسي ما باخد بالي منها. خلاص. انا كده عملت ايه؟ صفيت كل كمية البطاطس كلها كلها يا جماعة. وبعد كده نزلت بيها اول حاجة في الزيت علشان ما تاخدش من طعم البتنجان والحاجات اللي احنا هنحمرها بعد كده. خلاص. هفرد كده البطاطس في الطاسة. وتعالوا نقطع مع بعض او نقشر التوم، واكمل لكم بقى الحكاية بتاعت الست الجميلة يا عيني المنكوبة على حياتها دي. خلاص. ما حدش يضحك بس، والله العظيم القصة دي حقيقية والله والله. يعني الست فضلت تكتب لي حاجات كتيرة كتيرة، وطماع وأناني، وأنا لقيته بيقول لأصحابه في الشات ويقول يعني حاجات كتيرة كده بتحسسني إن هي إيه ده مش ابنها أو حاجة زي كده. أنا قلت لها على الحل زي ما انتوا سمعتوه معايا. أنا من رأيي بقى يا جماعة، أنا عايزة أقول لكم على حاجة. هي قالت لي كلمة استفزتني قوي 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 قوي. بتقولي أصل إحنا دلعناه. أنا مدلعاه، باباه مدلعه، ما كانش متعود إنه يشتغل. خلاص. ابنها ده مخلص جامعة بالمناسبة يعني. تمام. قلت لها في فرق بين الدلع وبين الحنان.
تمام. في فرق بين الدلع يا جماعة وبين الحنان. لما تدلعي ابنك من هو صغير وتجيبي له كل حاجة هو عايزها، دي كمية الطماطم اهي زي ما حضراتكم شايفين، هنشوف مع بعض دلوقتي هنعمل ايه. تمام. في فرق لما الدلع ده، في ناس مفكرة ان الولد لما يتدلع من هو صغير لما يكبر بقى هيبقى ايه، راجل. لا 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 ابدا. انت بتعودي الولد يبقى اناني، يبقى طماع. لما تديله كل حاجة هو عايزها، لما تفضليه عن اخواته، لما تفضليه عن قرايبه، لما تقولي له لا، انت لما يتخانق مع حد وتقولي له لا يا حبيبي انت ما عادي اشتم وخد راحتك. لا، الناس ملهاش علاقة ان هي تقول ان انت غلطان، لا او لا، او تدافع عن ابنها وهي عارفة ان ابنها غلطان وفيه كل الصفات الوحشة. ما هو ده اللي جايبنا ورا يا جماعة، والشباب بتاعنا بدأ ان هو الطبع بتاعنا يتغير، بقى فيه لعب في القيم والمبادئ بتاعة الشباب دلوقتي. والله العظيم انا مش عايزه حد يضحك على الكلام، لان انا بتكلم كلام انا شايفاه قدامي. دلوقتي الولاد مش مسؤولين عن نفسهم ابدا. دلوقتي الولد الشاب عايز يركب العربيه ويفتح الكاسيت هو واصحابه، يلبسوا السلسله والانسيال ويلفوا بالعربيه ويعكسوا في البنات. طب فين الكلام ده زمان؟ ما كانش فيه الكلام ده خالص خالص خالص. ولا انا حتى يا جماعه وانا صغيره ما كنتش بشوف الكلام ده خالص. الدلع بقى من دلوقتي، من الطفل من هو صغير تعلميه على كده. لا انت لازم، وتعلي على صاحبه التاني. يعني يقول لها يا ماما مثلا انا صاحبي مامته جايباله شوكولاته قد الايد، قالت له لا يا حبيبي انا هجيب لك شوكولاتايه قد نفسي، يعني طولي مامته جابت له شوكولاتايه ب20، لا انا هجيب لك ب2000. في ناس كده يا جماعه، انا شفت بعيني الحاجات دي كلها. طب ما انت متوقعه ايه ان ابنك يطلع مسؤول ازاي؟ يعني انت متوقعه ان ابنك يطلع مسؤول عن مامته وعن اخواته وهو متدلع والعمر كله متعود ان كل حاجه تجيله تحت رجله بلاش تحت ايده؟ يا جماعه بيطلعوا كده المتدلعين. لكن لما تغمريه بالحنان من وهو صغير، تعلميه الحلال من الحرام، تعلميه يصلي، تعلميه الصوم، تعلميه وتعرفيه يعني ايه لما يبقى قدامك واحد كبير تحترمه، تعلميه لما حد يغلط فيه يروح يشتكي قبل ما يمد ايده. طيب ما هو كده هيبقى راجل. ما تتوقعي منه ان هو يبقى راجل، تعوديه من صغره ان هو في يوم من الايام هيبقى مسؤول عن بيت واسره وام واب. انا مش عايزه اقول لكم انا بقول ايه لاولادي، علشان في ناس بتقول حرام عليكي وكلام من ده. والله العظيم من ولادي صغيرين لما باجي اعلمهم حاجه اقول لهم علشان لما اموت تبقوا عارفين، عشان لما اموت تبقوا عارفين. ده الكلام ده وولادي صغيرين. بصوا بقى اللي قلب لي اليوم كله، انا كنت ناويه والنيه لله تعالى ان انا اعمل شويه كشري اصفر صغيرين كده مع المسقعه دي. انا يعني احنا معظمنا ما حدش بياكل مسقعه سخنه، فانا بحطها في علبه في التلاجة، عايزين يفطروا بيها، تاني يوم نتغدى بيها، تالت يوم نتعشى بيها كده يعني. تمام. بصوا بقى يا جماعة، احنا عايزين نمشي، احنا مش فاضيين، احنا مش عارفة ايه، يلا مستعجلين مستعجلين. انا عندي حزب المستعجلين في البيت عايزين يمشوا على طول. فانا عشان اعمل ايه بقى؟ انا كست او انا كأم مسؤولة عن العيلة دي كلها، بعمل ايه؟ لما بيكون عندي مثلا كفتة اللحمة مفرومة مثلا او كفتة او اي حاجة، لو فضل مني او فاض مني مثلا قطعتين تلاتة اربعة اي حاجة، كل واحد باخد نوبه اللي يفيض منه بيتحط في الفريزر، ما بيتسخنش بالليل، هم كده طبعهم كده. بحطها في الفريزر ليوم زي ده، مستعجلين عايزين نمشي اعمل لنا اي حاجه ناكلها، انت لسه ما خلصتيش المسقعه. وانا جايه يا جماعه من السوق والله الساعه 4، وانا دلوقتي في الوقت ده كان تقريبا العصر اذن وهم بيتغدوا بدري. احنا اتعودنا ان احنا نتغدى بدري عشان بنتعشى بدري وبننام بدري. تمام يا جماعه. تمام. عملت ايه بقى؟ خرجت المخزون بتاعي من الفريزر اللي هو الكفته زي ما حضراتكم شايفين كده، كفته متلجه. قطعت بصلايه وطماطميه، وعلى النار هعمل ايه بقى؟ هحط الطاسه الجميله دي، انا بظبط الكاميرا علشان تشوف كل حاجه قدامكم. بصوا على عين انا بعمل البطاطس، وعلى عين التانية هعمل الاكله بتاعتهم علشان يمشوا يتوكلوا على الله، وارتاح من الزن الخطير مش عايزه اقول لكم، انا مش عايزه اقول لكم المورستان اللي انا فيه. خلاص. فاحنا امهات لازم نلم الموقف، نلم الدور. ان كان على الاكل سهل يا جماعه. تمام. تمام. هحط عليها شويه زيت صغيرين، وهحط عليها معلقتين سمنه كبار علشان تشوفوا انا هعمل، انا بعمل لكم باي باي مش عارفه ليه. المهم، بصوا يا جماعه، في انا حاطه خشبه اهي، وحاطه مصفى، وحاطه تحتها طبق بلاستيك.
انا بعمل ايه؟ اي حاجه بحمرها، سواء بقى بطاطس سواء بتنجان، اي حاجه بحطها في المصفى اللي قدامكم دي علشان تنزل كل كميه الزيت. وبعمل حاجه كمان علشان خاطر تنزل كل كميه الزيت، علشان انا هعمل المسقعه محمره في الزيت. تمام، انا ما بعملهاش كتير خالص يا جماعه في الصيف. المسقعه المحمره في الزيت ما بعملهاش في الصيف كتير خالص خالص خالص، يعني ممكن مرة ولا مرتين بس. المسقعة نفسها أنا ما بستغناش عنها في التلاجة. أنا ممكن أشوي البتنجان أعمله بابا غنوج، بدل مثلا ما أحمر في الزيت أقطع كده البتنجان وأحطه في الفرن، وبعد كده بقى أعمله الخلطة بتاعته والدقة بتاعته وكل حاجة، وأحطها في صينية في الفرن، بتبقى خفيفة من غير زيت. تمام. لكن انا قلت لا، هحمره النهارده علشان يبقى طعمه حلو. بيني وبينكم يا جماعه بصراحه، مهما افتكسنا ومهما عملنا، بتبقى المسقعة اللي في الزيت طعمها مختلف تماما تماما تماما، حقيقي. زي بالظبط الناس اللي بيجوا يطلعوا مثلا يقولوا ايه ده، التحمير البروستد او الفراخ المحمرة في الزيت اطعم بكتير من الاير فراير. اهو ده بالظبط نفس الطعم يا جماعة ونفس الاسلوب. هعمل ايه دلوقتي؟ هجيب معلقتين سمنة. انا مش عارفة الكاميرا بتهز ليه كده، خير اللهم اجعله خير. انا بعمل ايه مش عارفة. المهم يا جماعة، ده ما انا اقول يعني انا كواحدة اختكو او بنتكو او مامتكو، اتعودوا دايما من ولادكم صغيرين مهما كانت درجة الحالة المادية بتاعتكم حلوة، مهما كانت الحالة الاجتماعية بتاعتكم حلوة، لازم تعودي ابنك على حاجات ما ينفعش يشوفها وهو كبير، لا، من هو صغير. تعلميه الصدقات، يتصدق. تعلميه حق الفقير عليه. تعلميه حق اهله عليه. حق اهله يعني ايه؟ يعني يحترم الكبير، لما يلاقي حد شايل حاجة يطلع يجري يشيلها معاه. لما يكون حد موجود كبير بيتكلم، لا استنى لما هو يتكلم وبعد كده انت تكلم. تعوديه من هو صغير يشتري كل حاجة، يروح يشتري لك لحمة، يروح ينزل لبتاع الخضار، ينزل للسوبر ماركت، ينزل الصيدلية، يروح يتعامل مع الناس علشان من هو صغير يتعود. لكن ما تجيش لما يكبر يروح يتجوز وتجيبي واحدة تبلي ابنك بيها. ايوه، انا بقولك هتبلي بنات الناس بابنك، وده سبب الفشل وسبب الطلاق وسبب الخناق وسبب كل حاجة. انا حطيت ايه بقى دلوقتي؟ الطاسة وعليها رشة ملح ورشة فلفل اسود. تمام يا جماعة الخير، تمام يا ست هالة. طيب، الموضوع لازم ناخد بالنا منه يا جماعة، ولازم ناخد بالنا من تربية ولادنا. لازم تعرفي ابنك متصاحب على مين. ما هو لو هو صغير متصاحب على ولاد تافهة، متربيين تربية تافهة، والله العظيم يا جماعة أنا بشوف الحاجات دي كتير جدا. ولاد كل همهم إن هم يفشروا على أصحابهم، ده بابا جاب، ده بابا عمل، ده بابا. دول على فكرة مش متربيين، دول عندهم نقص وأهاليهم عندهم نقص. الولد اللي نزل يلعب في الشارع بالكورة أو بالعجلة أو في النادي أو وبيتكلم طبيعي جدا 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 مع صحابه، هو ده اللي يتصاحب. ابن الناس المحترم، الولد اللطيف، الولد الخفيف، الكلام ده. لكن اللي بيفضل الناس المحدثة نعمة بتورث ولادها الخيبة. الخيبة يا جماعة، وعن شرط ما عادش حد دلوقتي مش فاهم حاجة. الناس كلها فاهمة كل حاجة، والناس كلها عارفة كل حاجة، ومحدثين النعمة، ولا بيفضلوا يتكلموا ده احنا عندنا ورحنا وجيبنا واشترينا وي 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 وي. مع أول معاملة بتقفشيهم، بتعرفيهم، بتكتشفيهم. فعلشان تطلعوا أطفال أسوياء لازم تركزوا مع تربية ولادكم وأصحابهم والمكان اللي بيروحوا فيه. مش علشان انت ما بتسيبيش ابنك طول الوقت وطول الوقت قاعده معاه وطول الوقت رايحه معاه النادي وطول الوقت جايه معاه من كل مكان يبقى انت كده بتربيه. لا، لازم تعلميه المواقف. المواقف هي اللي هتخلي ابنك لما يكبر يحترمك ويعرف قيمتك ويعرف قيمه ان انت قاعده في البيت بتعملي ايه. تمام. ويعرف قيمة اخواته سواء الولاد او البنات. الموضوع ده يا جماعة زاد عن حد، وانا شفته يمكن في كل العائلات حاليا. كل ام بتشتكي من ولادها. تمام. لو على قد ان ابنك مثلا بيزعق، على قد الاكل، على قد لبس، على قد اي حاجة بسيطة من كده، تمام. لكن القواعد والاساسيات بتاعة التربية لا يا جماعة، ما تستغنوش عنها. ما تستغنوش عنها، حتى لو هتضطروا ان انتوا تخصموا اولادكم بالايام، بس ما تستغنوش عن الحاجات اللي زي دي.
انا دلوقتي هفك الكفته، مستعجلين عايزين يمشوا يا جماعه. خلاص البصلايه دبلت مع الطماطمايه، وحطينا عليها رشه ملح، حطينا عليها رشه فلفل اسود. هنقطع بقى الكفته زي ما حضراتكم شايفين كده ايه بالسكينه والشوكه، علشان انجز في الوقت يا جماعه والوقت ما يطرش مني. تمام. تمام. طيب احسن حاجة ممكن تعمليها في حياتك لو انت مثلا محتارة، لو انت مثلا مش عارفة تعملي ايه النهاردة، عندك شوية حاجات في التلاجة ومش عارفة تعملي ايه بالظبط، الاكلة اللي انت هتعمليها ايه. انتوا لو ملاحظين يا جماعة انا لابسة نضارة، النضارة دي مش نضارة نظر، النضارة دي انا شارياها ب60 جنيه، علشان بس اخواتي اللي بيدخلوا المطبخ وبيحسوا بحرارة الفرن وبحرارة البوتاجاز. انا قلت افيدكم يا جماعة، لان النضارة دي حلوة جدا فوق ما تتخيلوا. وكل لما واحدة تتكسر عندي بروح اشتري واحدة تانية، هي ب60 جنيه في اي مكتبة، في اي حد بيبيع اكسسوار، الاماكن دي كلها. دي بتمنع عن عيني يا جماعة الحرارة. تمام. هتشوفوها دلوقتي وانا لابساها. اي نعم هي بتعمل كده شكل كده في الوش وكلام من ده، مش مشكلة، بيروح كل حاجة بتروح. بس اهم حاجة عينينا، علشان خاطر انا بصوا مولعة عين بوتاجاز هنا وعين بوتاجاز هنا، شغالة هنا وشغالة هنا. تمام. ده غير الحاجات اللي انا بعملها كمان، يعني في حاجات تانية انا بعملها، بفصل الكاميرا وبرجع اعمل حاجة وبعد كده افتح الكاميرا. الكلام ده كله هنفضل نقلب في الكفتة كده زي ما انتوا شايفين لغاية لما اتأكد ان الكفتة كلها فكت ما فيهاش اي تلج نهائي. خلاص يا جماعة، الموضوع سهل وبسيط، علشان خاطر انا بقول لكم علشان خاطر يبقى عندكم حاجة موجودة استبن. علشان انا والله لو ما عنديش الكفتة دي في الفريزر كان زمان دلوقتي بصوا لا صورت ولا عملت اي حاجة. بيقلبوا يومي في لحظة في لحظة في لحظة في لحظة. انا كنت عاملة كشري اصفر. انا لما بقول كلمة كشري اصفر في البيت ده كأني مثلا عملت فيهم حاجة. يعني بصوا تلاقوهم كلهم مبوزين، مع انه بيطلع خطير، بيطلع طعمة مش طبيعية. يعني حاجة كده لوز العنب ويجوا ويقولوا لي انتي بتحبي الكشري ليه؟ احنا عايزين نعرف انتي بتحبي الكشري ليه، بتحبي الكشري على ايه؟ ما علينا. انا هعمل يا جماعة عليهم بقى ايه 5 بيضات على كل حد، يعني ياخد بيضة وخلاص على كده، واللي ياكل ياكل بقى واللي ما ياكلش هو حر. انا عملت اللي عليا وهم بقى اللي هم عايزينه يعملوه. شايفين النضاره يا ولاد؟ ايوه. ماسكه العين كله علشان خاطر اي بخار اي دخانه لما مولعه الفرن، لو هبو الفرن جه على عينك يعني لا قدر الله، بيعمل ميه بيضه مع مرور الوقت ومع مرور السنين، وبيحصل جفاف في الاول وبعد الجفاف بيجي الميه البيضه. طب احنا غنى عن ده كله يا جماعه. انا مره واحده مثلا لما باجي افتح الفرن بيبقى يجي هبو الفرن على عيني، عيني بتشيط من غير النضاره. لما بحط النضاره بلاقي النضاره مولعه نار يا جماعه، فبشيلها لغايه لما تهدى وخلاص على كده وانتهى الموضوع. هي كده حمت عيني من يعني اللي بيحمي ربنا سبحانه وتعالى. بصوا بقى الطاسه بتاعتنا انا قلبت البيض وكل حاجه لوز العنب خلاص بقى. تعالوا بقى نعمل حاجه لطيفه ظريفه اول مره تشوفوها. بصوا بقى انا بجيب حله كبيره كده بحط عليها كده قيمه معلقه زيت مش اكتر ولا اقل، معلقه زيت مش اكتر ولا اقل. مش عارفه الاضاءه راحت فين كده وجت منين، والاضاءه عماله تطفي وتقيد في ايه مش عارفه. انا بقلب دلوقتي البتنجان يا جماعه علشان خاطر بيبقى فيه بتنجان من ناحيه مستوي من ناحيه متحمر من ناحيه مش عارفه فيه ايه. فانا بتلاشى المواضيع دي كلها، فبفضل اقلب كده زي ما انتوا شايفين، بفضل واقفه ساعه كامله اعمل في المسقعه. طب المسقعه دي بتتاكل في يوم واحد؟ لا ابدا استحاله. انا جايبه 3 كيلو بتنجان، ال3 كيلو دول ب20 جنيه يا جماعه. انا مش عارفه بقى البتنجان عندكم بكام. تمام. وسعر البتنجان العادي اللي هو اللي انتوا شفتوه الرومي ده غير البتنجان البلدي بتاع الحاشية خالص. بصوا بقى شوية فلفل احمر كده او بابريكا على الزيت اللي احنا حطيناه. طيب بعد كده ايه، انا فرمت كل التوم والفلفل الاحمر والطماطم مع بعض في الخلاط زي ما انتوا شفتوا كده. تمام. انا يمكن وانا بعمل التوم والطماطم والفلفل انتوا ما شفتوش حاجة. خلاص هجيب بقى شوية مية وبقى في الخلاط كده انضف بيهم الخلاط مكان الطماطم، وبعد كده ايه انزل عليهم بالتسبيكه الحلوه دي. تمام. هجيب بقى طبق واضغط جامد جدا جدا على البتنجان والبطاطس، مش هتتهرس ما تخافوش، مش هتتعجن ما تخافوش. وهتشوفوا معايا في الاخر يا جماعه هينزل كل حاجه لوحدها. اهم من اي حاجه بقى ما تجيبوش حله او حاجه تقيله وتحطوها على البتنجان والبطاطس، علشان ممكن يكون الحله دي مش نظيفه من تحت.
طبق استانلس حلو كده او اي طبق انتوا بتحبوه، تمام، واضغطوا على البتنجان والبطاطس. هنعمل ايه بقى دلوقتي في التسبيكه قبل ما تتسبك كده؟ هنحط عليها معلقه كمون، معلقه فلفل اسود، معلقه ملح. احنا كده بهرنا كل المسقعه. انا كنت قلت لكم في الاول يا جماعه انا حطيت الملح على البتنجان والبطاطس علشان خاطر الملح والبتنجان والبطاطس مش هملحهم بعد لما بخرجهم من طاسه الزيت. ما بملحهمش خالص 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 يا جماعه. شوفوا كده عندي التسبيكه اتسبكت بتاعه المسقعه، تمام. ما بملحهمش. في ناس بتحط عليها مثلا كمون، فلفل، ملح. انا ممكن اعملها، بس في حاله ان انا ما اكونش ناقعه البتنجان والبطاطس في الملح، تمام. شايفين بقى كميه الزيت اللي نزلت؟ لو لسه كمان يعني لسه في كميه بتنجان لسه ما اتحمرتش يا جماعه. فاحنا دايما شغالين هنا وهنا، وربنا يجازي كل ام خير وهي واقفه كده في الحر وبتعمل لاولادها. دايما استغفري ربنا، ودايما قولي اللهم اجعله ابتغاء مرضاتك يا رب، اللهم اجعله ابتغاء مرضاتك يا رب. مرضاتك يا جماعه اللي هو ارضاء الله، ارضاء الله، تمام. يعني احنا دلوقتي بنرضي الله في ولادنا، بنرضي الله في ازواجنا، بنرضي الله في انفسنا. في ناس في الحر ده تقول لك لا لا لا، ما اقفش في المطبخ. انا مره كنت عامله بث مباشر الاسبوع اللي فات يوم الخميس يا جماعه، وبعدين واحده في البث تقول لي انتي واقفه ليه؟ هي مش من هنا يعني، واحده خليجيه بتقول لي انتي ليه واقفه في المطبخ بتعملي اكل؟ ما تجيبي اكل جاهز. نعم يا حبيبتي، الست المصريه اتقال لها الكلام ده؟ مش الست المصريه اللي اتقال لها الكلام ده. ففي لحظه كده يا جماعه، انا حطيت كوبايه ميه بالمناسبه بعد لما التسبيكه اتسبكت، تمام، وهسيبها تبقبق شويه كده مع نفسها. خلاص. ليه يا هلا؟ هقول لكم دلوقتي السر السحري بتاعه المسقعه بتاعتي. مسقعه عايزه عايزين يخلصوها تعملي تاني، يخلصوها تعملي تاني. كميه المسقعه دي ممكن تقعد عندي مثلا اسبوعين في التلاجة ولا اي حاجه، ولا هيجرى لها اي حاجه، وهتمشي معانا لوز العنب. خطيره. المهم يا جماعه، انا قلت لكم ان انا ما بملحش البتنجان والبطاطس، تمام. حطينا ميه على التسبيكه، حطينا ميه، ما نزلناش بالبتنجان ولا البطاطس ولا حاجه. بصوا انا بضغط عليها علشان بس اي زيت او اي حاجه تنزل. انا قطعت بقى كميه من الفلفل اللي كان متبقي عندي من الاسبوع اللي فات. ما انا لازم استخدم القديم قبل الجديد، انا لازم اعمل كده يا جماعه، ما بهدرش اي حاجه عندي خالص خالص خالص. وعلشان لقيت 4 خيارات كده في التلاجة دبلانين، ما جبتش خيار الأسبوع ده. بصوا بقى الجمال والعظمة. هندوق الأول الحد أو الحياء بتاع شايفين النضارة؟ واخدين بالكم؟ حلو قوي يا جماعة، لازم كلكم تشتروها كلكم. فأنا دقت الحياء كده لقيته مظبوط، وهيبقى خطير خطير خطير. تمام. حطيت الفلفل يتشوح، خلاص كده خلصنا كل الحاجات والمحتاجات. نهديت النار على الطماطم التسبيكه معلش ومع الميه بتاعتها، وهنشوف هنعمل ايه. فانا بقول لكم يا جماعه الوهله كده واللحظه، قلت يا ده الست المصريه دي اقسم بالله ما في، يعني على راسي كل الدول العربيه وكل الناس على راسي. ولقيت تعليقات كتيره من دول كتيره جدا 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 يا جماعه، ناس من البحرين وناس من الامارات وناس من الكويت بتقولي انت واقفه تعملي مطبخ في الحر ده ليه؟ امال يا جماعه يعني نبعت نجيب مثلا ب 1500 جنيه غدا كل يوم، ب 1500 جنيه غدا من بره، ويا ريته بيشبع؟ ما بيشبعش، ما بيشبعش يا جماعه، تمام. وبعدين الجنة تحت أقدام الأمهات ليه؟ علشان إيه؟ وكمان ربنا قال ووضعناكم فوق بعض درجات ليه؟ علشان إيه؟ ما هو يعني معلش، يعني اللي هتقف في المطبخ في عز الحر تطبخ لأولادها مش زي اللي هتجيب أكل جاهز علشان الجو حر. صح ولا أنا غلطانة؟ بصوا بقى البتنجان والبطاطس نزلوا سلامة، هما مفيش حاجة متفعصة، مفيش حاجة دايبة، مفيش حاجة داخلة في بعضها. بصوا بقى كمية الزيت والمية اللي نازلة من البتنجان والبطاطس، كمية محترمة. بصوا بقى هنقلب كل كمية البتنجان مع البطاطس مع الفلفل، ونسيبهم يبقبقوا كده يا جماعة 5 دقايق على نار هادية جدا جدا جدا. هتيجوا تاكلوا المسقعة. المسقعة يا جماعة ما شاء الله تبارك الرحمن، طعم خرافة، طعم ملوش مثيل في الدنيا. يعني بصوا أجمل مسقعة ممكن تاكلوها في حياتكم. أنا عن نفسي بحب المسقعة الحارة جدا جدا جدا. وعندي ناس برضو
بيحبوا المسقعة الحارة، لكن عندي ناس تانية ما بيحبوش المسقعة الحارة، فأنا باعملها وسط بصراحة. بصوا بقى الجمال والعظمة دي بعد ما استوت بقى وبقت ايه لوز العنب، هنسيبها شوية كده على النار اهي. انا سبتها كمان شوية اهي، وبعد كده بقى هنشوف هنعمل ايه. انا كنت عاملة كيكة يا جماعة قبل ما امشي، تمام، كنت عاملة كيكة كده الصبح قبل ما امشي انزل السوق اهي. الكيكة خلصت، طفيت عليها البوتاجاز وسبتها ونزلت الفرن، يعني طفيت عليها الفرن وسبتها ونزلت. باعمل ايه بقى في الكيكة علشان اتلاشى ان هي تنشف مني، او اتلاشى ان هي مثلا يدخل جواها حاجة. ودايما الحركة دي انا بعملها صيف وشتاء، صيف وشتاء يا جماعة. تمام. بقطعها زي ما حضراتكم شايفين كده. والكيكة ما شاء الله تبارك الرحمن دي كيكة فانيليا، مش داخل فيها ابدا اي طعم او داخل فيها اي حاجة خالص خالص. يعني مش حاطة عليها اي صوصات ولا حاطة عليها اي حاجة، بس هي كيكة فانيليا، طعمها تحفة خرافة فوق ما تتخيلوا. انا بجيب كيس بلاستيك كده وبفتحه زي ما انتوا شفتوا كده يا جماعة. بجيب ايه بعد كده؟ عندي علبة، العلبة دي متخصصة عندي للكيكة، انا جايباها مخصوص للكيكة للقرص للكلام ده كله. بصوا بقى الكيكة عاملة ازاي، خطيرة خطيرة خطيرة. بصوا مهما ننزل فيها كده بتطلع تاني اهي، هشة اسفنجية مقاديرها مظبوطة على الشعرة، حاجة كده تحفة تحفة تحفة. بصوا انا هرص كده اول رصة زي ما انتوا شايفين. بصوا الكيكة مفيش واحدة ساقطة مفيش واحدة معجنة، كلها يعني بصوا مقاس واحد ما شاء الله. وطعمها يا جماعة فوق الخيال، طرية وهشة وطعمها زبدة 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 كده تحفة تحفة. وعلى فكرة القشرة بتاعتها من فوق مش ناشفة أبدا أبدا أبدا، عشان أنا بعملها بمقادير مظبوطة وماشية على طريقة معينة ما بغيرهاش طول حياتي. الحمد لله رب العالمين، الكيكه ما بتفشلش معايا خالص يا جماعه، الحمد لله. وده الموضوع ده يا جماعه مع الاستمرار، يعني انت مش هتيجي من اول مره مثلا الكيكه تبقى ناجحه، بتيجي مع ناس كتير، لكن مع الاستمراريه خلاص بقى انت مش محتاجه مقادير، كل حاجه كده بالعين وبالنظر. وكل حاجه هتطلع معاكي جميله. بس انت جربي، في ناس بتخاف تجرب تقول لا لا فشلت معايا، لا ده طلعت معايا معجنه من النص، لا لا لا، جربي، جربي مرة واتنين وتلاتة لغاية لما توصلي للقوام اللي انت عايزاه المظبوط السليم، اللون الحلو، الهشاشة المظبوطة بتاعت الكيكة. بصوا انتوا لو ملاحظين ما شاء الله تبارك الرحمن الكيكة كلها يا جماعة عرض واحد. انا عايزاكم بس تجربوا الكيكة بطريقتي، هتعجبكم جدا جدا. وانا نزلتها يعني اكتر من مرتين تلاتة في القناة عندي، ما بغيرش يا جماعة المقادير بتاعتي. تمام. هتشوفوا دلوقتي انا بغطي عليها بالعلبة كده وبسيبها على السفرة، اي حد رايح اي حد جاي بتمشوا مثلا في الصالة في الصالون ياخدوا قطعة، اللي عايز يشرب شاي ياخد قطعة كيك، اللي عايز يصحى من النوم الصبح مش عايز يفطر ياخد قطعة كيك. تمام. كده بقى عندي المسقعة بقت تمام. عايزة اوريكم بس المسقعة قوامها عامل ازاي يا ولاد، والله العظيم تحفة تحفة تحفة. وزبدة يا جماعة لما تحطوها كده على النار مع شوية مية، بس بعد لما الميه تغلي زي ما قلت لكم يا جماعه هتطلع معاكم عباره عن زبده. لو انتوا وصلتوا لغايه دلوقتي بقى ما اشتركتوش في القناه، ما تنسوش يا جماعه تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، ويعني تقولوا لي رايكم في المسقعه بتاعه النهارده واليوم اللي اتشقلب حاله معايا. هل في ناس زي كده ولا انا عايشه لوحدي في الكوكب؟ بصوا بصوا كل حاجه زبده ازاي، بصوا انتوا بتاكلوا زبده مش مسقعه. بألف هنا وشفا. وبتمنى منكم يا جماعه ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. شايفين؟ يلا اعملوا مسقعه وقولوا لي رايكم فيها.